شايفين البيتزا دي؟ تعالوا اقول لكم هتتعمل ازاي. سوسيس، طماطم، فلفل، كله حلقات، 4 بيضات. رص السوسيس في الطاسة، الطماطم والفلفل، وحطي عليها البيض والجبنة الموتزاريلا، وبقت احلى بيتزا. تعالوا نشوفوا. ده بيضغط على التوست وبيعمله زي القرطاس كده او الكونو، وبالافوكاتو هيقشره ويطحنه في الكيس. وكمان هيعمل ايه؟ تعالوا شوفوا. بصل شرايح صغيرة وهيحطها برضو على الافوكاتو. شرايح اللحمة بعد ما يشوحها يقطعها قطع صغيرة وكله في الأم، ويعمل كيس الحلواني ويحشي بيها الكونو اللي بالتوست زي ما انتوا شايفين. تعالوا نشوفوا كمان الوصفة دي. لحمة بشكشكها كده بالشوكة عشان لما يحطها تستوي، ملح وفلفل، وهيحمرها في زيت ياما. هيحط عليها صوص معين. مشروم كمان هيقطعه قطع صغيرة خالص يكاد يفرمه، والبصل نفس النظام قطع صغيرة، وحمر كله على بعضه. وتعالوا نشوفوا شرايح اللحمة وحشى بيها الحشوة دي، وعامل عجينة بيلفها بيها زي ما انتوا شايفين، وهيحمرها. وبعد كده هيبدأ يقطع، يعني عامل لها غلاف من العجين كأنها محشية بالعيش. هنا بقى صنفين حلوين قوي وفكرتين حلوين قوي هيعجبوكم. جايب الكنتالوب، وطبعا هيفرغه زي ما انتوا شايفين بمعلقة الايس كريم. وجايب بقى هنا مجموعة الفواكه، انت ليكي حرية الاختيار، هي الفكرة حلوة قوي وهتعجبكم. هو جايب مانجا وعنب وفراولة وتوت وكريز، وعاملهم فيها، حطاه فيها. وبعد كده جايب الشربات وصب فيها وحطها في التلاجة 24 ساعة. بعد كده بدأ يقطعها. كذلك البطيخ، يعني الفكرتين تنفع بالكنتالوب او البطيخ، برضو مجموعة الفواكه وحطها فيها، وحط عليها برضو الشربات اللي عمله، وحطها في التلاجة 24 ساعة. وبعد كده قطع بقى بطيخ بالفواكه، شكلها حلو قوي، اولادنا هيحبوها جدا. هنا كمان عمل صنف شوكولاتة حلو، كريب بالشوكولاتة. تعالوا طبعا حط الشوكولاتة مع اللبن وساحت، كوباية دقيق وبيضتين، وقلبهم كويس. وبدأ هنا يعمل الكريب زي الكريب كده، البوريو بيطحنه. وادي الكريم شانتيه، حط عليه البوريو المطحون وحشى بيه الكريم، وحشى بيه وحط عليه السكر البودر، وبقى حاجة حلوة. سلام عليكم.